بطولة حمل الزوجات Wife Carrying. بقى أنا عمال أشتغل وأبحث علشان أنا أجيب لك رياضات ما تسمعش عنها وإنت مش هين عليك تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس. إنت مش عايز تعرف كل جديد عني ولا إيه؟ دي رياضة بيتجمع فيها الرجالة اللي عندهم قوة تحمل مش عادية ويفضلوا يجروا في مضمار مليان عقبات صعبة قوي وهم شايلين زوجاتهم على ظهورهم. ده لو حصل في مصر كان كل الرجالة طلقوا ستاتهم. يعني الراجل ده بيبقى حمال آسية بالمعنى الحرفي للكلمة، مش بس في البيت، ده كمان في الملعب. الرياضة دي أصلها فنلندي، يعني من البلاد اللي فيها تلج وسقعة ومفيش حاجة تتعمل غير اختراع رياضات غريبة تخلي الواحد يتدفى بالحركة. المضمار ده مش سهل أبداً، ده مليان بالمطبات اللي تخلي رجلك تتكسر والترع المليانة مية وطين اللي ممكن توقعك وتغرقك، والأسوار العالية اللي لازم تنطها بمراتك، يعني رحلة عذاب على طريقة أفلام الأكشن بس بمشاركة الزوجة اللي ممكن تكون بتديك تعليمات وإنت بتجري. طب إزاي بيشيلوا بعض؟ في كذا طريقة عشان الراجل يشيل مراته. أشهرها الطريقة الإستونية، اسمها يضخ شوية بس هي سهلة في الشرح. الزوجة بتتشقلب على ظهر زوجها وبتلف رجليها حوالين رقبته. تخيل المنظر، الراجل بيجري ووش مراته باصص لظهره وشعرها بيضرب في وش اللي وراهم وحاجة آخر نيلة. في طرق تانية زي رجالة المطافي اللي فيها الست بتتشال على الكتف، أو زي حقيبة الظهر اللي هي باك باك زي ما بنقول، بس الإستونية هي اللي ترند اللي بتوري قوة التحمل. والجايزة إيه بقى؟ هنا بقى بيت القصيد. الجايزة التقليدية للفائز هي وزن الزوجة من البيرة. يعني كل ما مراتك تكون تقيلة، يعني مليانة شوية وتستاهل، كل ما هتاخد بيرة أكتر. ده ممكن الراجل يدخل البيت ويقول لمراته: معلش يا روحي زيدي كام كيلو كمان عشان البطولة اللي جاية، عايزين نكسب بيرة أكتر ونفتح محل. دي بطولات عالمية بتقام كل سنة وبتشد متسابقين من كل حتة في الدنيا. الرياضة دي اختبار للثقة بين الزوجين وللعمل الجماعي أكتر من إنها قوة بدنية وبس. ما هو لازم مراتك تثق فيك إنك مش هتوقعها في الطين أو هتسيبها تتكسر، وإنت لازم تشتغل كويس عشان ما تتكسرش منها وتتحمل وزنها. ملاكمة الشطرنج تشيس بوكسينج. هتلاقي 2 رجالة واقفين قصاد بعض، واحد كله عضل وجسمه ناشف لابس جوانتي ملاكمة ومستعد يكسر الدنيا. التاني ممكن يكون أذكى شوية لابس نظارة ومركز. يقوموا الاتنين دول عاملين إيه؟ يلعبوا شطرنج. أيوة شطرنج، يعني مخ شغال وجسم مستعد للحرب. القصة إيه؟ الرياضة دي يا جماعة اختراع ألماني طلع في أول الألفينات، وهي عبارة عن جولات متبادلة بين لعب الشطرنج والملاكمة. تبدأ بجولة شطرنج ودي بتكون لمدة 4 دقايق بس، يعني لازم تكون عبقري في الشطرنج وعندك سرعة بديهة عشان تلعب ال4 دقايق دول وتفوز أو تكسب أفضلية. تخيل الضغط، لازم تاخد قرارات مصيرية في الشطرنج بسرعة البرق، ومخك عارف كويس إن بعد ال4 دقايق دول هيتعرض لقنابل في وشه. بعديها على طول جولة ملاكمة ودي بتكون لمدة 3 دقايق، يعني أول ما حكم الشطرنج يقول خلاص تقوم قالع الدماغ بتاعة الشطرنج ولابس عضل الملاكمة وتخش تضرب اللي قدامك لحد ما واحد يقع. طب مين اللي بيكسب في الآخر؟ النوك أوت في الملاكمة، يعني خصمك يكون مفكر إنه كسب في الشطرنج تقوم أنت موقعه بنوك أوت تخليه ينسى هو فين ولا اسمه إيه. كش ملك أو التشيك ميت، يعني ممكن تكون اتبهدلت ضرب في الملاكمة وجسمك كله متكسر بس دماغك لسه شغالة، فتعمل كش ملك وتفوز، ودي بتثبت إن العقل ممكن يكسب العضلات. انتهاء وقت الخصم في الشطرنج، يعني لو الخصم فكر كتير لدرجة إن الوقت خلص بيخسر، وده بقى المقلب الأكبر. واحد زي الطور ومستعد للضرب تقوم تلاقيه خسران عشان وقت التفكير بتاعه خلص. دي قهرة لوحدها يمكن أصعب من الملاكمة نفسها. قرار من الحكم، لو الموضوع طول ومحدش فاز بالطرق اللي فاتت الحكم بيختار الفايز بناء على الأداء، ودي آخر طريقة علشان يخلصوا الماتش. ده حركة الجبنة.
ثواني، ممكن أعرف ما عملتش لايك وفعلت زر الجرس ليه؟ ادعمنا واعمل لايك وسبسكرايب لو سمحت. دي رياضة بريطانية سنوية وخطيرة قوي لدرجة إنها ممكن تخلي الواحد يشوف الموت بعينه عشان حتة جبنة. بيقوموا جايبين عجلة جبنة ضخمة، مش أي جبنة، لأ، دي عجلة جبنة من نوع دبل جلوستر وزنها ممكن يوصل ل4 كيلو، ويقوموا رميانها من فوق تل شديد الانحدار. والمتسابقون اللي هم المجانين واللي بيحبوا الجبن بيجروا وراها. أول واحد يوصل لخط النهاية في آخر التل يكسب الجبنة دي، بس الإصابات شائعة قوي هناك لدرجة إن الإسعاف بيبقى واقف في آخر التل عامل مستشفى ميدانية. تخيل كده إن الجبنة دي هي لقمة عيشك. ولازم تجري وراها عشان تاخدها قبل ما تتسرق منك أو تتكسر في الطريق. التل ده مش هادي ولا مسطح، لأ، ده معرج ومليان مطبات وصخور وحاجات بتزحلق لدرجة إنك تحس إن الأرض عايزة توقعك. والجبنة بتجري بسرعة رهيبة، ممكن توصل ل110 كيلومتر في الساعة، واللي بيجروا مراها بيتخبطوا وبيقعوا وبيتكسروا وكل واحد في حتة. يعني كفاح من أجل لقمة العيش، بس على طريقة المجانين واللي بيحبوا الأكشن وأكيد بيعشقوا طعم الجبنة بجد. في المسابقة دي ممكن الواحد يكسب الجبنة بس يطلع برجله مكسورة أو بكتفه مخلوع وراسه متخبطة ومراته تاخد الجبنة تعمل بيها مكرونة بالبشاميل. دي رياضة عايزة شجاعة مش عادية وسرعة خيالية وتوفيق من ربنا عشان ما تتكسرش. الكي الخطر Extreme Ironing دي مش رياضة، ده اختراع جنوني بتجمع بين الأنشطة الخطرة وملل الأعمال المنزلية. الهدف هو إنك تاخد طاولة كي ومكوى وهدوم مكرمشة وتروح تكويها في أماكن غير متوقعة على الإطلاق، زي قمة جبل على ارتفاع آلاف الأمتار، أو وإنت بتتزلج على المية بسرعة جنونية، أو حتى وإنت بتقفز بالمظلات من طيارة على ارتفاع كبير. تخيل كده إنك راجل بيت مدمن أو ست بيت مغامرة بس مجنونة عندها هوس الكي. وتخيل برضو إنك ما عملتش لايك وسبسكرايب لحد دلوقتي، ادعم قناة مانيفستو يا عم. لازم تكون مغامر في حياتك وبتحب الكي قوي قوي لدرجة إنك ما تقدرش تستغنى عنه في أي مكان. يعني لو انت بتكره الكي في البيت وممكن تسيب هدومك متطبقة في الدولاب بالشهور، مفيش داعي تلعبها دي. اللاعبين بيقوموا شايلين عدة الكي ويطلعوا بيها جبل صعب تسلقه، أو ينزلوا بحر بالمركب عشان يتزلجوا، أو يقفزوا من طيارة بالباراشوت ويقوموا كويين الهدوم هناك. تخيل الجهد اللي بيبذلوه عشان يطلعوا طاولة كي ومكوى فوق جبل إيفرست مثلاً. الرياضة دي تتطلب شجاعة غير محدودة وخيال واسع لدرجة إنك تلاقي أماكن جديدة تكوي فيها، وصبر عشان تعرف تكوي الهدوم في الظروف الخارجة عن السيطرة دي. المشكلة الأكبر منين هتجيب الكهرباء للمكوى على قمة الجبل أو في السماء؟ أكيد بياخدوا معاهم مولد كهرباء متنقل أو بيستخدموا مكوى تعمل بالغاز، ولا هم اخترعوا مكوى بالشحن كمان؟ على فكرة الرياضة دي إثبات كبير إن الإنسان ممكن يعمل أي حاجة عشان يهرب من روتين حياته. بوج سنوركلينج دي رياضة فردية غريبة أوي لدرجة إنها ممكن تخلي الواحد يقرف من نفسه ومن الرياضة ومن الكوكب كله. أصلها من ويلز، ودي بقى يا ريس بلد العجايب والغرايب والرياضات اللي تجيب المرض. بيبدأوا المتسابقين كل واحد لابس زعانف ويقوموا نازلين في خندق وحل ومية عكرة لونها بني غامق كأنها مجاري أو صرف صحي، وكل ده معتمدين على قوة رجلهم بس ومن غير ما يستخدموا دراعاتهم خالص. تخيل كده إنك بتعوم في طبق ملوخية كبير. الهدف هو إنك تخلص الخندق ده اللي طوله حوالي 55 متر في أسرع وقت ممكن. والمشكلة الأكبر إن المية عكرة لدرجة إنك مش بتشوف فيها صباعك لو حطيته قدام عينيك. يعني لازم تكون سباح ماهر وبتحب الطين قوي لدرجة إنك تكون اتعودت على ريحته ومنظره. بيقولوا إن الخندق ده بيتعمل في مستنقعات طبيعية، والمسابقة دي بتتعمل في آخر شهر أغسطس من كل سنة.
الرياضة محتاجة لياقة بدنية عالية قوي وقدرة على حبس الأنفاس في المية العكرة دي عشان ما تتنفسش طين. ده غير إنك لازم تتحمل الأوساخ اللي ممكن تجيلك في وشك وفي بقك وفي عينيك. يعني اللاعب بيطلع من البطولة محتاج كلور وبرسيل وكولونيا وحمام مغربي عشان ينضف، وأشك إنه ينفع. سباك تاكرو. تخيل كورة طايرة شاطئية اللي بنلعبها على البحر وبنط فيها ونرزع الكرة بإيدينا. بس بدل ما تستخدم إيدك عشان تضرب الكورة، لازم تستخدم رجلك وراسك وصدرك بس. يعني كل حاجة في جسمك ما عدا إيدك. القصة إيه؟ دي رياضة أكروباتية مذهلة وخرافية في جمالها وصعوبتها، منتشرة في جنوب شرق آسيا. طبعاً آسيا دي اللي بتطلع لنا كل ما هو غريب وعجيب في الرياضات، مش بيزهقوا من الاختراعات. اللاعبون هنا بيتطوحوا في الهواء وبيعملوا حركات بالرجل والراس والصدر عشان يعدوا الكورة من فوق الشبكة. هتلاقي الواحد بيتشقلب في الهوا يعمل كورة خلفية برجله، أو ينط ويضرب الكورة براسه زي السمكة الطايرة. بيعملوا حركات دبل كيك وبايسكل في الهوا كأنهم بيلعبوا كرة قدم بس من غير أرض ومن غير استخدام الإيد نهائي. والنقط بتتحسب زي نقط الكرة الطايرة بالظبط. المطلوب إيه؟ دي رياضة تتطلب مرونة مش عادية وتركيز مش طبيعي. يعني لو انت بتتخبط في الكراسي وانت ماشي أو بتقع من أقل حركة مفيش داعي تلعبها. ده الواحد لو لعبها كان هيطلع منها متكسر ومحدش هيعرف يلمه غير ورشة السمكرة أو سمكار البني أدمين اللي هيحتاج خريطة للجسم عشان يعرف يركبه تاني. الكورة بتاعتها خفيفة مصنوعة من الخيزران أو البلاستيك، بس لو جت في وشك هتزعلك. بيقولوا إنها بتنمي التفكير الإبداعي في استخدام الجسم، بس إحنا بنقول إنها بتنمي الشجاعة اللي توصل للتهور. مصارعة أصابع القدم تو راسلينج. دي رياضة مضحكة جداً لدرجة إنها ممكن تعمل لك تشنجات في وشك من الضحك. تشبه مصارعة الأزرع بالظبط، اللي هي بتتلعب بإيدين عادي، بس بدل ما تستخدم إيدك ودراعك اللي هم معروفين بالقوة، بتستخدم صوابع رجلك الكبيرة. يعني بتفضل تصارع الخصم بصباع رجلك الكبير اللي هو أصلاً مش معمول للمصارعة. المتنافسين بيقعدوا قصاد بعض على الأرض وبيحطوا رجليهم في صندوق خشبي كده عشان ما يتحركوش، وبعدين يشبكوا صوابع أقدامهم الكبيرة في بعض زي ما بتشبك إيدك في إيد واحد بتصارعه. ويحاول كل واحد منهم يثبت رجله التانية على الأرض لمدة 3 ثواني، زي الماتش بتاع الصباع الكبير اللي كنا بنعمله وإحنا صغيرين، بس ده على مستوى رياضي وجد وعالمي. بيقولوا إن المباراة بتتعمل على 3 جولات، وكل جولة بيحاولوا يثبتوا الصباع الكبير. تخيل إنك بتدرب صباع رجلك الكبير كل يوم عشان يبقى أسد المصارعة. الرياضة دي بتتطلب قوة في صوابع القدم مش عادية وتركيز رهيب عشان ما تلوحش رجلك، وطبعاً توفيق من ربنا عشان صباعك ما يتكسرش. تخيل التدريب بتاعها، هتروح الجيم عشان تمرن صباع رجلك الكبير، هتشيل بيه أوزان، هتعمل بيه تمارين ضغط، والجمهور واقف يشجع ويصوت عاش يا بطل، دوس على صباعه، اكسر صباعه. هوكي تحت المية. زي ما اسمها بيقول، دي رياضة هوكي بس بتتلعب في قاع حمام سباحة. يعني فريقين بينزلوا تحت المية وكل واحد منهم بيحاول يسجل قرص الهوكي في مرمى الخصم باستخدام عصاية صغننة مش زي اللي بيستخدمها بتوع الهوكي خالص، وكل ده وهم حابسين أنفسهم تحت المية. يعني ماتش بيتلعب في مملكة الأسماك بس اللي بيلعبوا بني أدمين. تخيل كده إنك سمكة بتلعب هوكي في قاع المحيط. لازم تكون سباح ماهر لدرجة إنك ممكن تتنفس تحت المية، لأن أي نفس في اللعبة دي ممكن يكلفك جول أو خسارة. وكل لاعب عنده مضرب صغير طوله حوالي 30 سنتي علشان يزق قرص الهوكي ده اللي وزنه ممكن يوصل ل 1.5 كيلو جرام، وممكن يتسبب في كسر لأي حاجة في طريقه. المشكلة كمان إنك مش بتشوف كويس تحت المية، يعني لازم تحس اللعيبة اللي حواليك وتتوقع حركاتهم وحركات القرص نفسه. يعني ماتش بيتلعب بالإحساس والحدس أكتر من الرؤية.
وبيكون في حكام كمان تحت المية علشان يراقبوا اللعب ويصفروا. تخيل الحكم تحت المية بيصفر فاول يا كابتن. الرياضة دي تتطلب لياقة بدنية عالية قوي وقدرة على حبس الأنفاس لفترة طويلة وتفكير استراتيجي تحت المية علشان تعرف تسجل جول من غير ما تطلع تاخد نفس. سموها أكتوبوش علشان بيقولوا إنها محتاجة 8 دراعات زي الأخطبوط علشان تعرف تلعبها تحت المية بمهارة، يعني شغل أخطبوطات مش بني أدمين. ركل السيقان شين كيكينج دي رياضة قتالية إنجليزية قديمة وقاسية قوي لدرجة إنها ممكن تخلي الواحد يعيط زي الطفل الصغير اللي لسه مولود. بيقف متنافسان ماسكين إكتاف بعضهم البعض ويتبادلوا ضرب سيقان بعض بقوة وعنف لحد ما واحد منهم يقع على الأرض. يعني اللي وقع الأول هو اللي خسر الجولة وممكن رجله تتكسر وما يكملش باقي البطولة. لازم تكون متحمل للوجع لدرجة إنك تحس إنك ميت بس لسه بتضرب وبتتضرب وعندك سيقان قوية زي الحديد أو الخرسانة المسلحة. اللعيبة بيبقوا ماسكين بعض من الأكتاف علشان يثبتوا نفسهم وما يهربوش من الضرب، وبعدين بيفضلوا يرفصوا في بعض برجليهم ويحاولوا يوقعوا بعض. والقوانين هنا بتقول إن ممكن الواحد يكون لابس بنطلون محشي بقش أو حاجات طرية عشان تخفف الضرب شوية، بس الضرب بيكون قوي جداً لدرجة إن القش ده ملوش لازمة. الرياضة دي تتطلب قوة جسدية مش عادية وتحمل للألم لا يوصف وعناد يوصل لدرجة الموت عشان ما تقعش. اللعبة دي كانوا بيلعبوها في المهرجانات الإنجليزية زمان، يعني كانت وسيلة ترفيه عندهم. الواحد بيطلع من الماتش ده على السرير على طول وممكن يكون محتاج جبس أو عملية إعادة تأهيل طويلة. سايكل بول نيجي بقى لرياضة ذكية شوية وخطيرة في نفس الوقت، تشبه كرة القدم داخل الصالات اللي بنشوفها في التلفزيون، بس اللاعبين بيركبوا دراجات هوائية خاصة من غير فرامل. وبيستخدموا عجلات الدراجة الأمامية والخلفية عشان يمرروا الكورة ويسددوها على المرمى، يعني ماتش كورة على عجل وأكشن طول الوقت. تخيل كده إنك بتلعب كورة وإنت راكب عجلة وما عندكش فرامل وعندك مهارة في توجيه الكورة بالعجلة. العجل في اللعبة دي بيكون ليه كرسي مختلف وجدون مختلف عشان يسمح بتحكم أفضل، والمشكلة الأكبر إن مفيش فرامل، يعني لو اتسرعت في الحركة هتخش في الحيطة أو تخبط في صاحبك اللي جنبك أو تقع على الأرض من كتر السرعة. في السايكل بول الكورة بتبقى أكبر من كرة القدم العادية بشوية عشان تبقى أسهل في التحكم بالعجلة. الرياضة دي تتطلب توازن وتحكم في العجلة مش عادي ولياقة بدنية عالية في الرجلين ومهارة في استخدام العجلة كأداة للتسديد والتمرير. هتلاقي اللاعب بيلف بالعجلة حوالين الكورة زي الساحر أو لاعب الأكروبات ويشوط الكورة بالعجلة الأمامية أو برجله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد من مانيفستو. باي!